صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ اتمنى تكونوا كويسين. فيديو النهارده هو جاي كده وانتوا خلاص ناقص لكم كام يوم وتدخلوا اللجنه والامتحانات هتبدا، وانا مدركه ده كويس، بس انا متاكده ان ده ممكن يكون اهم فيديو انا هعمله على الشانل، او يعني كومبيرت كل حاجه عملتها قبل كده، اهم من ازاي نذاكر، ازاي نعمل جدول، ازاي نظبط وقتنا وكل الكلام ده كله. الفيديو ده عايزه اتكلم عن ازاي نتعامل مع لجنه الامتحان، ازاي نتعامل مع ورقه الامتحان، علشان المذاكره كلها حاجه، ولما بندخل اللجنه ونبدا نحل، يعني انتوا بتجهزوا للامتحان ده طول السنه، بس لو في حاجه لو انا معرفتش اوري ورقه الامتحان انا مذاكر ايه، كل حاجه ضاعت ببساطه. ده مش عشان يوتركوا، ده الواقع. اوكي، واول حاجه عايزه اقولها، انا كنت ثانويه عامه السنه اللي فاتت اللي هي 2022، وعارفه كويس ايه الشعور، وعارفه كويس النظام الجديد والوقت القصير وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت انا الحمد لله انا جبت 97.5 تقريبا، وانا كنت علمي رياضه، وبجد الحمد لله، وده كرم ربنا وكل حاجه، وانا اكيد انا ذاكرت كتير جدا، بس انا متاكده ان في مليون حد تاني ذاكر نفس المذاكره اللي انا ذاكرتها، واذا ما كانش اكتر، وفي ناس، كل الناس بتتعب. فالموضوع مش بس مذاكره، انا متاكده ان من الحاجات اللي يعني ممكن تبقى اهم حاجه فرقت معايا هو ازاي كنت بتعامل مع ورقه الامتحان وانا قاعده في اللجنه، ايه اللي بيحصل جوه بالظبط. فعشان كده انا حاولت الخص الفيديو ده في 2 بوينتس بالظبط، حاجتين بالظبط هتكلم عليهم، عايزاكم تعملوهم. وقبل ما نبدا انا عايزه اقول لكم ان بجد الف مبروك، انتوا وصلتوا لاخر السنه، واول ما الامتحانات تبدا كل حاجه هتكر بعض كده، ومش هتحسوا باللي جاي خلاص. وانتوا تعبتوا وعملتوا اللي عليكم، والسنه خلصت، ودي كانت بوينت مهمه في حياتكم، اتس اوكي، كل حاجه هتعدي. في حاجات كتير قوي هتحصل بعد كده، وسنه بالظبط من دلوقتي انتوا بجد مش هتبقوا فاكرين. يعني انا حاسه ان الثانويه العامه دي كانت بعيده جدا، فحاولوا تخلوا نفسكم كده متحمسين لفكره ان في بوينت كبيره خلصت من حياتي دلوقتي، دي فقره مهمه. بس فالف مبروك ليكم، بعيدا عن اي حاجه هتحصل، بجد مبروك، خلصنا. اول حاجه بقى، اول بوينت عايزه اتكلم عليها في ازاي نتعامل مع لجنه الامتحان، هو موضوع السرعه. انا عارفه ان المدرسين طول السنه هيقعدوا يقولوا لكم بصوا هتحلوا الامتحان ده في وقت قليل قوي عشان السرعه، هتعملوا كذا عشان لازم تحلوا بسرعه في اخر السنه. بس الفكره هو يعني ايه سرعه اصلا؟ انا من وجهه نظري السرعه مش ان احنا بنكتب بسرعه، او ان احنا بنقرا بسرعه، او ان احنا بنعرف نفكر ونجيب الاجابه في ثواني. الفكره في السرعه هو من وجهه نظري طبعا ان انتوا تعرفوا تقرروا بسرعه، هل السؤال ده انا هحله دلوقتي ولا هسيبه للاخر، ولا هفكر فيه دلوقتي واكمله في الاخر، هياخد مني وقت قد ايه. دي البوينتس اللي بتخليكوا صراع. يعني ما ينفعش مثلا تبقوا قاعدين في اللجنه وبتجروا وانتوا بتقروا السؤال، فتفوتوا مثلا نقطه مهمه هتغير الاجابه. ما ينفعش تفوتوا الحاجات اللي بين السطور اللي هي دي اللي هتفرق، اللي هيجاوب الاجابه الصح واللي هيجاوب الاجابه الغلط. ما انتوا ما ينفعش نعمل كده، احنا كده ضيعنا كل حاجه. الفكره في السرعه ان انتوا تعرفوا تقرروا السؤال ده انا هحله دلوقتي ولا مش هحله دلوقتي. وهقول لكم بالظبط ايه اللي حصل لي في امتحان الفيزيكس بتاع ثانويه عامه. طبعا امتحان بقى اللي هو بيبقى البعبع الكبير بقى واصعب امتحان وكل الكلام ده. انا كنت داخله الامتحان وتمام وحلينا يعني بالهبل بقى، وذاكرت كتير بجد وعامله حسابي على كل حاجه، فاللي هو انا عارفه ان كان في حاجات كده كده هتقف معايا، ده كده كده يعني، خليكم برضو مقتنعين ان في حاجات هتقف يا جماعه، دي ما فيهاش كلام. بس المفاجاه اللي اتفاجئتها بعد ما دخلت الامتحانات ان اللي كان بيقف معايا ما بيبقاش سؤالين ثلاثه. انا امتحان العربي ممكن ابقى كنت معلمه على بتاع 20 سؤال من ال 60، يعني تلت الامتحان كده، يا اما حاجات عايزه ارجع لها، يا اما حاجات مش متاكده منها خالص، يا اما حاجات انا سايباها فاضيه انا مش عارفه احلها. وده كان اللي بيحصل في كل الامتحانات. ازاي بقى وانا واقف معايا 20 سؤال ارجع لهم واحلهم صح في الاخر؟ دي كل البوينت. اول حاجه انتوا محتاجين تبقوا مدركين تماما ان في اسئله هتقف معاكم، ده طبيعي يا جماعه، مستحيل ما تقفش معاكم. انا في امتحان الفيزيكس كنت قاعده، البوكلت بيبقى فيه سؤال فوق سؤال تحت، سؤال فوق سؤال تحت، اوكي، فدي صفحه مفتوحه قدامي فيها 4 اسئله. انا كنت بحل وكنا لسه في اول نص من الامتحان، يعني لسه في الاول خالص، وانا جت ورقتين كده ورا بعض انا مش عارفه احل ولا سؤال، حرفيا ال4 اسئله قدامي انا مش عارفه احل فيهم ولا واحد. واسئله يعني مش شكل باين على يعني بيبان على السؤال كده ده سؤال فيه تريك ولا سؤال صعب ولا سؤال سهل ولا ايه، وانا بجد مش عارفه احل السؤال، الاسئله واقفه معايا. فالفكره ان لو انت شخص بتتوتر، وانا عارفه ان التوتر طبيعي، بس هو اكبر عدو ليك دلوقتي في الامتحان، ممكن تتوتروا، ممكن تمسكوا بقى السؤال واللي هو لا لازم نحله، ما ينفعش اسيبه، دي اسئله شكلها سهل انا لازم احلها، طب انا لو ما عرفتش احلها دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ بعدين هنقعد نتخيل الكليه اللي بتضيع بقى وانا بضيع السؤال ومش عارفه ايه. يا جماعه بليز ما تعملوش كده. اول تعديه على الامتحان هيقف معاكم اسئله كتير، ده طبيعي، ومحتاجين تدركوا ان ده طبيعي. ال4 اسئله انا سبتهم في الاخر على فكره، علمت عليهم 4 اسئله كده جنب بعض، انا سايباهم حرفيا فاضيين، وكملت الامتحان واسئله تانية جمعتها واقفه معايا، وخلصت بدري عشان انا سايبه مثلا نص الامتحان فاضي. التعديه التانية هي اللي خلتني ادرك ان انا كنت متوتره، انا ما كنتش مركزه كويس. ولما رجعت ل4 اسئله انا مش فاكره بالظبط، بس تقريبا 3 منهم هو واحد فيهم اللي كان فعلا صعب، يعني في واحد فيهم انا قعدت احله لاخر الامتحان بحاول احل فيه، انما في ال3 التانيين كانت اسئله تافهه، اسئله بجد، عارفين الاسئله اللي هي السهله قوي اللي انتوا بتبقوا مستنيين في الامتحان عشان نجمع بيها درجات عشان ده السؤال السهل،
هو حرفيا كانوا كده، انا بجد مش بافور ومش بهزر، وانا كنت عارفه مستواي وعارفه ان انا شاطره الحمد لله، وعارفه ان انا حليت كتير، يعني شاطره ولا مش شاطره، انا حليت كتير، انا حليت السؤال ده 50 مره قبل كده، وستيل السؤال ده وقف معايا في اول مره. بس لما رجعت له بعد كده خلاص بهدوء، وانا عارفه ان اتس اوكي، الدنيا هتمشي، لسه في وقت، حتى لو الوقت ده ربع ساعه. الثلاث اسئله اتحلوا واتحلوا بسرعه جدا، لان انا عارفاهم كويس وخلاص الدنيا عدت. في اسئله من اللي انا كنت معلمه عليها طول الامتحان، يعني لسه انا كنت معلمه على 10 اسئله في الامتحان، على الاقل 8 منهم هيطلعوا سهلين، يعني بجد يا جماعه هيطلعوا سهلين فعلا. وبعدين الاثنين التانيين دول الاسئله الصعبه اللي انا هقعد احاول فيهم بقيه الامتحان، بقى هنقعد طول اللجنه بقى بعد كده بنحاول نظبطهم، طب ده ايه، ده ايه الصح وكده، ده طبيعي، ده اللي هيحصل. فالفكره في السرعه ان انتوا تعرفوا امتى اسيب السؤال وامتى ما اسيبوش. يعني انا لما اقرا سؤال، السؤال شكله سهل اوكي وانا عارفه القانون بتاعه، هكتب القانون بتاعه. لو انا حاسه ان دماغي واقفه، لو انا حاسه اني قاعده بلاك كده ومش عارفه اجمع الكلام، مش عارفه اكتب، مش عارفه اركز، عشان في اسئله في اسئله معينه في المنهج انتوا هتبقوا عارفين انا بتكلم على ايه، في اسئله معينه بنحلها بسرعه، سؤال سهل، سؤال مباشر، سؤال مش مباشر بس القانون بتاعه احنا متعودين عليه، في اسئله المفروض انها تتحل بسرعه. لو انتوا لقيتوا ان انتوا بتلاج في السؤال ده ومش عارفه احله بسرعه، سيبوه للاخر. دي الفكره كلها، ما تتوتروش وما تحسوش ان السؤال ده لو ما اتحلش دلوقتي مش هيتحل بعد كده، لان انتوا لما تعدوا على الامتحان اول مره بسرعه وتحلوا على قد ما تقدروا اسئله وتخلصوا على قد ما تقدروا، لما ترجعوا تاني مره هتلاقوا ان الدنيا ماشيه احسن. التعديه التانيه في الامتحان كانت دايما دي اللي انا بخلص فيها بقى، يعني انا خلاص يعني عديت اول مره على الامتحان، حليت مثلا قولوا 35 سؤال من ال 50 امتحان الفيزيكس، في 15 انا معلمه عليهم ده كده كده غالبا سايباهم فاضيين، هلف مره كمان هيبقى في 10 هيتحلوا تمام ان شاء الله محلولين صح، عشان انا حليتهم بتركيز المره دي، هيبقى معاكم بقى 5 6 ان شاء الله 10 اسئله في الاخر واقفين معاكم. دول بقى اللي خلاص انا اخر حاجه خالص في الامتحان، انا ما بعملش حاجه في حياتي دلوقتي بعد ما خلصت كل اللي انا اعرف احله صح ومتاكده منه، في كام سؤال دول بقى اللي ماشي هقعد فيهم بقى لاخر الامتحان، هدي كل واحد فيهم وقته احاول افكر فيه، لو السؤال الواحد فيهم خد وقت زياده عن اللزوم خلاص مش عارفه اوصل لانسر هدخل اللي بعده وهكذا، لحد ما في اخر الامتحان. انا في امتحانات، يعني انا اخر لجنه ليا في ثانويه عامه كانت statistics في البعث، انا كنت علمي رياضه، امتحان الستاتكس انا كان في سؤالين دول اللي قعدت احل فيهم بجد اخر حبه في الامتحان، انا قاعده عماله الف وادور حوالين نفسي فيهم، واحد فيهم عرفت احله والتاني انا خمنته، انا حرفيا حطيت اي اجابه، انا بجد ما عرفتش اوصل للاجابه والوقت خلص وعادي اتس اوكي، ونقصت درجته على فكره، خمنت غلط بس اتس اوكي. يعني انا لو كنت وقفت، السؤال ده كان مثلا من اول 5 اسئله في الامتحان يا جماعه، يعني انا لو كنت وقفت وسبته يوترني والامتحان وقته اساسا مش كتير يعني، انا بجد ما كنتش هكمل الامتحان، الموضوع بسيط جدا. بلس ما تفضلوش تفكروا في كل سؤال يقف ان دي حاجه تانية بتضيع وقتكم، يعني انتوا بتبقوا متخيلين انتوا بتحلوا بالراحه، بس الحقيقه ان انا كل سؤال بيقف معايا بقعد افكر ان ايه ده السؤال ده عليه كام درجه، طب السؤال ده، طب ما انا لو ما حليتوش صح دلوقتي انا ضيعت الكليه الفلانيه، طب ده ايه اللي هيحصل. ما هي دي الحاجات اللي اكشلي بتضيع الوقت، فقولوا تهدوا نفسكم اتس اوكي. اوحش حاجه في الدنيا ممكن تحصل ان السؤالين اللي انا قدامي دول مش عارفه احلهم خالص، هيتحسبوا لي غلط، يعني عادي مش هيحصل حاجه، بس بدل ما يبقوا سؤالين انتوا ممكن تخليهم 20 سؤال عشان احنا توترنا وقفنا في سؤال معين 50 سنه وضيعنا وقت الامتحان كله، فبليز ما تعملوش كده. وانا هفضل الغي في الفيديو ده عشان انا محتاجه اقول لكم ايه اللي حصل لي بالظبط، علشان الموضوع ملوش علاقه بشاطر وفاشل، مش معنى ان في سؤال وقف معايا يبقى انا فاشل. تاني حاجه عايزه اقولها هو موضوع التوتر. تاني الكلام سهل، التنفيذ صعب قوي، بس اكبر عدو ليكوا دلوقتي هو التوتر. الناس اللي بتتوتر في الامتحانات للاسف انا شفتها حواليا كتير على مدار السنين كلها، الناس اللي بتتوتر بتنقص يا جماعه، مهما كنت مذاكر مهما كنت عبقري. فانا عايزه اقول لكم ان الموضوع بيوتر وكل حاجه، وده حاجه مهمه ودي فقره مهمه في حياتكم وده هيفرق معاكم في مستقبلكم وكل الكلام ده، بس عايزاكم تتخيلوا فكره ان يعني بدل ما نفكر في ايه الكليه اللي هتضيع، فكروا ان دي خطوه مهمه قوي في حياتي وفي حاجه خالص. بدل ما تفكروا ان ايه الحاجات اللي هتضيع عليا لو انا ما حلتش السؤال ده، فكروا في ايه الفرص اللي هتجيلي جديده، وايه الحاجات الاوبشنز اللي ممكن اشوفها جديده لو انا ما جبتش الدرجات اللي انا كان نفسي فيها، ايه اللي ممكن يحصل. عشان مش دايما الدنيا هتمشي زي ما انتوا عايزين، ومش دايما اللي انتوا عايزينه هيبقى هو اللي هيحصل. انا كنت متخيله ان انا هعمل حاجه في حياتي، كل حاجه انا كنت عايزاها ما حصلتش، عادي. وانتوا هتبقوا شايفين من بره ان ايه ده، شوفوا جابت 97%، ده كل الكليات اللي في العالم مفتوحه لها، انا ما كنتش عايزه اي حاجه من الكليات دي، انا كنت عايزه حاجه تانية خالص، والحاجه التانية خالص دي ما حصلتش، اتس اوكي عادي. ودلوقتي الحمد لله انا مبسوطه في المكان اللي انا فيه، والموضوع عدى وعادي، وبقيت بجد بقيت مبسوطه. انا كنت متخيله ان انا هفضل زعلانه للابد على الحاجه التانية اللي انا كنت عايزاها وما حصلتش، والحمد لله الدنيا عدت اوكي. ف يعني ما توتروش نفسكم بفكره ايه اللي هيحصل بعد كده، لان بعد كده نشيل هم بعد كده لما بعد كده ده يجي، ما تفكروش فيه دلوقتي. بلس من الحاجات المهمه، يعني اخر حاجه عايزه اقولها، وانتوا داخلين اللجنه، لو انت حد متعود بيشرب قهوه كل يوم الصبح، اشرب القهوه كل يوم الصبح. لو انت حد عمرك ما شربت كافيين، ما تروحش تشرب كوبايه قهوه قبل الامتحان. انا شفت ناس بيترعشوا من كتر التوتر
علشان هم فكروا ان انا محتاجه افوق زياده النهارده، ما هو امتحان ثانويه عامه، وراحوا شربوا كوبايه قهوه هم مش متعودين عليها. وجاس وات كل حاجه بقى باظت. ماشي، عشان لو انت مش متعود على حاجه ما تروحش تجرب حاجه جديده وانت داخل اللجنه. دي حاجه مهمه فعلا بجد، يعني دي مصيبه. الموضوع الحاجات دي بتبان بسيطه بس دي الحاجات اللي بتفرق فعلا. بلس حاجه كمان، ما تسمحوش لاي مراقب يوتركم. انا شفت كان عندي مراقبه واحده في ثانويه عامه، يعني بجد انا مش بحب ادعي على الناس بس هي ما وترتنيش، بس كان في بنت معايا في اللجنه اظن كان هيحصل لها حاجه من كتر التوتر، والست التانيه دي عماله تزعق وعايزه بقى اسحب الورقه وحاجات كده. ويعني للاسف في مراقبين هيبقوا بشعين، ما فيهاش كلام. في مراقبين هيبقوا بيوتروكوا، في مراقبين هيفضلوا يتكلموا على الوقت، في مراقبين ما مش هيعدي عليكم حد بيرغي ان شاء الله. ده مش العادي ان في امتحان ثانويه عامه والمراقب بيرغي، ده مش طبيعي، مش هيحصل ان شاء الله، ما تخافوش يعني. بس ان حد يوتركم باي طريقه ده هيحصل برضه. فانتوا كل اللي محتاجين تفكروا فيه ان المراقب اللي واقف ده اعملوا نفسكم مش سامعينه، اعملوا نفسكم مش شايفينه. تاني الكلام سهل، التنفيذ صعب، بس انتوا محتاجين تتشقلبوا وتتصرفوا بقى. ولو حسيتوا ان انتوا توترتوا سيبوا القلم، اشربوا ميه، حاولوا تهدوا نفسكم شويه، ادوا نفسكم مساحه الوقت ان انتوا تهدوا، لان الدقيقه اللي هتهدوا فيها مش هي دي اللي هتحلوا فيها ال 15 سؤال اللي واقفين معاكم. فاتس اوكي. انا من الناس اللي بجد ده طول عمري، مش عشان انا متوتره مش عشان اي حاجه، بس انا لازم في لحظه في الامتحان انا دماغي بجد بتفصل، بقف خالص، ما ببقاش عارفه اكمل. ودايما بتلاقوني سبت القلم كده وببقى قاعده واقعد اراقب بقى اللجنه حواليا، ودقيقه مش 5 دقايق طبعا، مش هضيع كل الوقت ده، بس على الاقل دقيقه كده انا قاعده متنحه. وكان عندي مراقبه في امتحان من امتحانات الماث، انا فاكراها كانت بتبقى لابسه بليزر احمر كده، وشفتها في اكتر من لجنه يعني، كانت بتبقى لابسه نفس البليزر الاحمر، وكانت دايما بتبص لي ومتخيله ان انا غشاشه وبدور على حد يغششني، عشان انا طول الوقت انا عماله ابص حواليا، وانا ما كانش فارق معايا، كنت ببص لها بكل الابتسامه اللي في الدنيا، عشان عارفه ان انا مش عايزه اغش، فعادي مش مستنيه حاجه من حد، فعادي اتس اوكي يعني، خليها تفكر اللي هي عايزه تفكر فيه. بس كان لازم ان انا اسيب القلم ثواني كده عشان ارجع بس اعرف اجمع وارجع اعرف اكمل. ده كان الطبيعي بتاعي طول عمري بعمل كده، وعادي دي مش حاجه توتر، دي حاجه طبيعيه، والدقيقه اللي انا باخدها في النص دي هي اللي بتخليني اعرف اكمل بقيه الامتحان كله. مش لازم انتوا قاعدين في اللجنه تبقوا متخيلين ان كل ثانيه هتفرق، هي كل ثانيه هتفرق وانتوا بتحلوا كل الكلام ده، بس الثواني اللي انتوا هتاخدوها عشان تهدوا، الثواني اللي انتوا هتاخدوها عشان تكتبوا اسمكم صح، او المراقبه قرفاكوا عشان تكتبوا حاجه في الكود بتاعكم. الحاجات دي ماشي مستفزه وهتضايقكم، بصوا المراقب بقى عمال يقول لنا ايه وعمال يضيع من وقتنا عشان عايزنا نكتب ايه على الورقه من بره، كل ده كلام بس ما تشغلوش نفسكم بان انتوا تتعصبوا من حاجات زي كده، مش مهم. الحاجات دي على فكره مش هتفرق في الحاجه في الوقت ولا حاجه، ما تخافوش. اللي هيفرق ان انتوا توتروا. وانا ممكن اقعد اتكلم كمان سنه على لجنه الامتحانات وازاي تتعاملوا مع لجنه الامتحان وكل الكلام ده، بس هو مفيش حاجه تانية تتقال. انتوا ذاكرتوا بجد وعملتوا اللي عليكم، سنه اخيرا خلصت، الف الف مبروك، وخلاص ادخلوا اللجنه، اشربوا ميه كويس هتهديكوا، حاولوا تحلوا بهدوء، اقروا السؤال بهدوء جماعه عشان خاطري، ما تستعجلوش، ما تبقوش متخيلين ان العالم هيقف لو انا ما حلتش السؤال ده في دقيقه واحده وجاوب بقى نحط تايمر وكل سؤال لازم ياخد دقيقه بالظبط، ده اسمه هبل. في اسئله هتاخد اكتر، في اسئله هتاخد اقل. اوكي، ادوا السؤال وقته، اقروا السؤال بتركيز عشان ما تضيعوش الحاجات الصغيره اللي هتخليكم حليتوا السؤال غلط، يعني ما هي الحاجات اللي بين السطور دي هي اللي بتفرق على فكره. واقروا السؤال بهدوء، السؤال اللي هيقف معاكم سيبوه للاخر، ان شاء الله يقف معاكم نص الامتحان، والله العظيم عادي، كان بيحصل لي انا كمان، اتس اوكي، بيحصل لنا كلنا، هترجعوا له تاني على فكره، لان انتوا لما يقف معاكم نص الامتحان والسؤال اللي يقف معايا بسيبه في لحظه، خلاص قريت السؤال مش هعرف احله مش مشكله بسيبه، انتوا كده ما بتضيعوش وقتكم، فخلاص هعدي اول تعديه على الورقه في ساعه واحده، فيبقى معايا ساعتين تانيين اعدي التعديه الثانيه، او هعدي التعديه الاولى على الورقه في ساعتين، فال 20 سؤال اللي واقفين لسه ليهم ساعه كامله عادي يعني، مش هيحصل حاجه. المهم ما تقفوش في الاسئله اللي انتوا مش عارفينها، ما تقفوش تقرروا ان انا مش عارف السؤال في 3 سنين، عشان ده اللي بيعمل مشاكل بعد كده في الوقت. ان شاء الله الامتحانات هتعدي على خير، ما تقلقوش، وانتوا ذاكرتوا كتير وحلوا كتير يا جماعه ايام الامتحانات، ما تفضلوش تقروا وتذاكروا، حلوا كتير، الحل كتير هو اللي بيفرق، الحل كتير هو اللي بيخليكوا صراع في الحل بعد كده. الحاجات في حاجات كده معينه كل ما بنحل كتير بتبقى خلاص بقى اوتوماتيكلي بعملها، فحلوا كتير، دي اخر حاجه عايزه اقولها. وبس انا كده خلصت، عارفه ان انا رغيت كتير، عارفه ان ده كان فيديو طويل، انا كان المفروض يبقى فيديو قصير بقى عشان انتوا مش فاضيين ومش عارفه ايه، بس خلوا الربع ساعه اللي انا اتكلمت فيها زي تفكركم ان كل حاجه هتعدي حلو، وان في ناس كتير قوي عدت على ثانويه عامه قبلكم. انا ما كنت يعني في امتحانات انا بجد كنت متخيله انها ناقص اكتر، وكنت متخيله ان انا عملت وحش وعادي، وطلعت عملت حلو يعني، انتوا بجد ما تعرفوش ايه اللي هيحصل، ومالكوش دعوه بالناس اللي بتراجع بعد الامتحان. انا في ناس قعدت تقنعني، كان سؤال الانجليش بتاع نو ارتكل لو انتوا عارفينه، في ناس قعدت تقنعني ان الاجابه ذي مش نو ارتكل، وانا بقى مقتنعه يعني، معلش احنا هنهزر ولا ايه، انا كنت مقتنعه تماما بيها باجابتي، وعارفه ان كل اللي بيتكلموا الميس بتاعتي قالت ان الاجابه حاجه تانية غير اللي انا عاملاها، وانا بجد كنت متاكده بقى منها، وفي ناس كتير هتحسسكم ان اجاباتكم غلط، وعلى فكره طلعت في الاخر اجابتي هي اللي صح الحمد لله. فمالكوش دعوه باللي بيراجعوا يعني، انتوا ما تضمنوش ايه اللي هيحصل بعد كده، ماشي، مالكوش دعوه بقى، الامتحان اللي عدى عدى، انا من الناس التوكسيك اللي لازم تراجع بعد الامتحان، وكنت براجع على فكره، كنت لازم اراجع بعد الامتحان،
بس لو اكتشفت ان في حاجه غلط مش لازم اقعد بقى 3 سنين بفكر فيها. اتس اوكي خلاص، اللي حصل حصل. ده غير ان اللي ممكن ابقى متخيله انه غلط، المدرس اللي حله غلط على فكره، ده بتحصل، وانا حليت صح عادي. فما تشغلوش دماغكم قوي باللي حصل برضو، حلوا كتير، ركزوا في الامتحان، وكله هيعدي ان شاء الله. والف مبروك على نهايه السنه، وان شاء الله هتعملوا كلكم حلو، والامتحانات هتعدي حلو ان شاء الله، ما تقلقوش. جود لك. وبس انا كده خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو محتاجين تتفرجوا عليه كل ليله امتحان اتفرجوا عليه عشان يفكركم ان الدنيا هتعدي، ماشي؟ ما تقلقوش. وابعتوا له اصحابكم لو ده هيهديهم هم كمان. الفيديو ده انا بجد عاملاه بس علشان اقول لكم ان الدنيا هتعدي، ما تخافوش، ماشي؟ فما تقلقوش. وبس انا كده خلصت. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تعملوا كلكم احسن من اللي انتوا متخيلينه بكتير. ولو عملتوا وحش ان شاء الله برضو تبقى حياتكم تحفه، وكل حاجه هتمشي حلو، ما تقلقوش. وبس، باي باي.